تشجع نفسك بنفسك. اعرف انت عايز الحاجة دي ليه فعلا، لان كونك تعرف انت فعلا عايز الحاجة دي ليه ده هيشجعك جامد جدا وهيخليك تستمر في اللحظات اللي بتكون عايز تستسلم فيها. ويا بقى لو كتبتها وخليتها قدامك على طول كده عشان تفتكر الوجهة بتاعتك. اعمل لنفسك أهداف وقسمها لأهداف أصغر يسهل تحقيقها، وهدف ورا هدف ويوم ورا يوم هتلاقي نفسك في مكان والله ما كنت تتخيله. يلا اتحرك دلوقتي حالا وشوف انت عايز ايه. اكتب الإنجازات بتاعتك والأحاسيس اللي حسيتها لما حققت كل إنجاز من الإنجازات دي. ما تضغطش على نفسك وخد الموضوع بالراحة، ويوم ورا يوم هتوصل إن شاء الله وهتتصدم ساعتها. عادي انك تاخد راحة من اي انجازات او اعمال او مهام وتفصل شوية يعني، وعادي ما فيهاش مشكلة، احنا هنرجع تاني، ما انت بشر برضو، من حقك تهتم بنفسك الغلبانة دي، وإلا هيحصل لك احتراق ذاتي. فلازم كده كل فترة تاخد فترة تفصل فيها، واوعى تهمل الحاجة دي لانه هيعود عليك بالسلب. واخر حاجة بقى دلوقتي، ابدأ حالا، خلاص بقى من غير ولا اي اعذار، الوقت ما يعرفش اعذار. ابدأ بس واستمر وملكش دعوة باي كلام حواليك، طول ما انت معاك ربك خلاص كمل وادعي ان هو يوفقك في اي مكان، المكان اللي انت عايز توصله. وتأكد ان طول ما انت حاطط ربك قصاد عينك، طول ما ان شاء الله ربنا هيقدر لك ما فيه الخير.